تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة مع واحدة من القصص الأمريكية الرومانسية المشوقة واللي بيتم عرضها حاليا حصري على نتفليكس. بنشوف فيها جاك، كاتب وروائي مشهور، بيرجع على بيت عيلته أثناء احتفالات الكريسماس وده لاستلام ميراثه، لكنه بيتفاجئ بمذكرة يوميات بيعتقد إنها بتخص ماضيه، ولكن مع الوقت اكتشف إنها كانت بتخص بنت جميلة بتدور على والدتها من سنين طويلة. بيقع في غرامها فبيتحدى ماضيه عشان يوصل لها. بفكرك بسرعة تنزل الأول تشترك بسرعة في القناة وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصله إشعار نزول أفلامنا ومسلسلاتنا الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. وبينا ندخل على قصتنا النهاردة، وبنروح بسرعة مع جيك، كاتب وروائي مشهور، وهو في طريقه لحفل توقيع روايته الجديدة. بيرجع جيك على بيته وبنفهم إنه جيك عايش لوحده من سنين طويلة مع كلبته المقربة إيفا. بيكون جيك شخص انطوائي جدا، بيفضل الوحدة وبيرفض الدخول في أي علاقة عاطفية، وبنعرف إنه مقاطع والده ووالدته من سنين طويلة بسبب حادث موت أخوه بنجامين. وبيتفاجئ جيك باتصال محامي والدته اللي بيبلغه بخبر وفاتها من أسبوع فات، وبيوضح له إنها كتبت له البيت باسمه وإنه ضروري يروح يستلمه بنفسه. بيتأثر جيك لأنه ما قدرش يكون جنب والدته وقت وفاتها، وفي اليوم التاني بيروح جيك لمقابلة المحامي عند بيت والدته، واللي بيتفاجئ هناك بوجود بنت جميلة واقفة بتبص على البيت. فبيدخلوا جيك والمحامي على البيت، وبيكتشف جيك وجود كراتين كتيرة جدا داخل البيت. فبيوضح له المحامي ان والدته في الفترة الأخيرة ما كانتش بتخرج نهائي، فكانت بتحتفظ بكميات من الأكل والشرب داخل البيت. بيخرج جيك لكنه بيرجع يلاحظ وجود البنت مرة تانية، وبيبدأ جيك ترتيب البيت، وبيتفاجئ بزيارة جارته إلي اللي ما شافوش بعض من سنين طويلة. بتعاتبه إلي إنه ما كانش جنب والدته في الفترة الأخيرة، وبتوضح له إن والده حضر جنازتها وإنه كان بيتمنى يشوفه. وبنتفاجئ بنفس البنت للمرة الثالثة واللي بتروح تعرف جيك بنفسها، وبنعرف إن اسمها ريتشل. وبتبدأ ريتشل توضح له إنها بتحاول توصل لوالدتها من سنين طويلة، واللي اكتشفت إنها كانت بتشتغل مربية في بيت والد جيك. فبيعتذر جيك عن مساعدتها لأنه ما عندوش أي فكرة، لكنها ممكن تستعين بجارته إلي بما إنها يعني عايشة في المدينة من سنين طويلة. وبيفاجئوا بغياب إلي عن البيت، فبيقرر جيك يعزمها على مطعم، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض أكتر. وبتوضح له ريتشل إنها حاليا عايشة مع أسرة بنتها من ملجأ أيتام، وإنها مرتبطة بحبيبها إيلان، لكنها طول الوقت مترددة في علاقتهم على الرغم من حبه ليها. وبيوضح لها جيك هو كمان إنه ما بيفضلش الدخول في علاقات عاطفية لأنه بيحب يعيش لوحده. بيرجعوا مرة تانية على بيت إلي، واللي بتقول لهم إنها بالفعل كانت بتشتغل زمان عند والد جيك، ولكن الوحيد اللي يقدر يفتكرها هو والد جيك. فبيرفض جيك إنه يلجأ لمساعدة والده، ولكن بتترجاه ريتشل يروح معاها لبيت والده، وبتوضح له إنه لو ما راحش معاها هتحاول تروح لوحدها. فبيضطر جيك يوافق، وبالفعل بيتحركوا على هناك. بتبدأ ريتشل تبحث عن اسم جيك على الانترنت، وبتتفاجئ إنه كاتب روايات مشهور وبتعجب جدا بنجاحه. فبيوضح لها جيك إنه محبش يقول لها ده لأنه ما بيحبش يتفخر بنفسه. وفي الطريق بتقع مذكرة صغيرة في شنطة العربية، واللي بيتفاجئ ريتشل إنها خاصة بيوميات والدتها نويل. فبتسأل ريتشل جيك عن المذكرة، فبيشرح لها إنه لقاها وسط الكراتين الخاصة بوالدته. وبتبدأ ريتشل تقرأ في اليوميات وهي متأثرة جدا، فبيتأثر جيك هو كمان، وبيحاول يطمنها إنه هيفضل معاها لحد ما تقدر توصل لوالدتها. بيتفاجئوا بهجوم عاصفة ثلجية شديدة، فبيضطروا ينزلوا في الطريق في فندق قريب ويستكملوا طريقهم في اليوم التاني. بيروحوا جيك وريتشل يحضروا احتفال الكريسماس في المدينة، وبيكونوا مبسوطين جدا سوا. بتقرر ريتشل تشتري رواية من روايات جيك من غير ما يعرف، وبتبدأ تقرأ في الرواية اللي بتتأثر جدا بأحداثها. وبيبدأوا يتحركوا بالعربية، وبتستكمل ريتشل قراية المذكرة. فبنرجع مع نويل والدة ريتشل، واللي قررت تسجل يومياتها على أمل إن بنتها تقراها في يوم وتعرف هي قد إيه حبتها.
بنفهم ان والدتها اضطرت تسيبها وهي صغيرة داخل ملجأ ايتام وهي حزينة جدا عليها لانها للأسف مش هتقدر تتكفل بمصاريفها، وقررت تشتغل مربية في بيت والد جاك. بتنهار ريتشل من الكلام اللي قرته، فبيقف جاك بالعربية وبيحاول يهديها وبيأكد لها ان والدتها مؤكد حبتها جدا لكنها اضطرت تعمل ده من خوفها عليها. بيحاول جيك يتقرب من ريتشل لكنها بتتراجع وبتوضح له انها مرتبطة بشخص تاني، فبيقرروا يستكملوا طريقهم وبيوصلوا اخيرا على بيت والد جاك. وبنلاحظ انه جاك متوتر جدا من مقابلة والده، وبنروح مع والد جاك اللي بيتأثر جدا جدا لما بيشوفه، وبيقول له انه فضل مستنيه لسنين وانه حاول كتير يبعت له رسائل لكنه للأسف ما كانش بيرد عليه. فبيجاوبه جاك ببرود جدا انه السبب الوحيد اللي خلاه يجيله هو انه حب يساعد ريتشل مش اكتر. بيحزن جدا والده من رده، وبالليل بيقعدوا يتكلموا سوا، وبيبدأ يحكي لريتشل ان والدتها كانت شغالة مربية عندهم لكنها قررت في يوم انها تمشي، وتفاجئ بعدها برسالتها اللي بتطمنه فيها انها اتجوزت وبدأت حياة جديدة. وبيقرروا يمشوا، فبيروح جاك يحضن والده اللي بيقوله انه قرر يسامحه وانهم هيرجعوا يتكلموا سوا مرة تانية. وبيرجعوا على الفندق، وبيعرف جاك انه النهاردة عيد ميلاد ريتشل، فبيقرر يحتفلوا بيه مع بعض وبيقضوا الليلة سوا. ولكن بيتفاجئ جاك الصبح انه ريتشل سابت له رسالة توضح له فيها انها حابة تكون في علاقة آمنة، عشان كده قررت تبعد عنه. فبيحزن جاك، وبتتفاجئ ريتشل باتصال من جاك بيبلغها انه مستنيها قدام بيتها لكنها بترفض تقابله لان خطيبها في الطريق. فبيعترف لها جاك اخيرا انه بيحبها وانها هي الوحيدة اللي قدرت تحرك مشاعره والوحيدة اللي حس انه يقدر يعيش معاها. بتتأثر ريتشل بكلامه لكنها بتعتذر له، فبيمشي جاك وبيقرر انه هيرجع على بيته يعيش لوحده مرة تانية. وبيتفاجئ بزيارة جارته آلي اللي بتروح تودعه وبتسأله عن ريتشل، فبيوضح لها ان علاقتهم للأسف ما كملتش وانه حزين جدا لانه فعلا حبها. بيخرج جاك من البيت وبيتفاجئ في الوقت ده بريتشل اللي قررت تسيب خطيبها، وبتعترف لجيك بحبها ليه وبتوضح له انها كانت خايفة من فشل علاقتهم وانها طول حياتها كانت خايفة من وقت ما والدتها سابتها لوحدها، لكنها بدأت تحس بالأمان معاه وقررت يكملوا حياتهم مع بعض.